صباح الخير. امبارح عملت بوست اللي انا مبروك وهجيب لحمه وكده. فطبعا نزلت مش عايزه اصور لكم طبعا لاني ممنوع ان انا اصور اماكن ولا الاسم. اللحمه طلعت غاليه قوي يا بني ادمين وهي غاليه قوي عليا بصراحه. فقلت مش هصور ورحت جايبه لحمه الغلابه اللي هي العدس او البصاره. فطبعا زي اي زوجه مصريه اصيله هتعمله على مرتين او على ثلاثه على حسب عدد الاسره اللي عندكم. وطالعه ارد على الناس اللي عماله تقول ما بين بترد ما بين ان انت متآمره على البلد، وبين انت اخوان، وبين انت سيساويه، وبين انت زفتيه، وبين انت قطرانيه. حبيبتي منك ليها ولا يا استاذ الفاضل؟ انا بتكلم في موضوع يخص كل بيت، في كل بيت، موضوع عام. غلاء الاسعار في كل مكان. انا بتكلم في العادي ان احنا كبني ادمين هنعمل ايه في مصاريفنا. الراجل بيشتغل مثلا شغله او اتنين عشان يقدر يصرف. وبالنسبه للناس اللي بتقولي انت لابسه براند وجايه تتكلمي عن غلاء الاسعار، ادي البراند. دي التيشيرت ده بقاله 3 سنين عند ابني. فطبعا انا المفروض مثلا في حاجه عندك ممكن تنزليها او تعطيها او تشحتيها لحد يعني. فطبعا لما تيجي تعطي حاجه بتعمليها لله، فلازم تكون احسن ما عندك مش اوحش ما عندك. فسبتها وبقيت البسها انا. بالنسبه للبراند تمام. جايباه من بكوس ب 65 جنيه من سنتين. طبعا اللي يعرف بكوس يا جماعه هو يعرف بكام الحاجه بكوس، اعلى سعر فيها كام. وبالنسبه اللي عمالين يقولوا انت مدخله ولادك نوادي، لا حضرتك هبقى ابعت لك البطاقه وشهادات الميلاد بتاعت ولادي عشان تشوفوا هتدخلوني مع ولادكم في النوادي ولا لا. وبالنسبه للناس بتقاحه داخله تشمت، لا تشمت في اخاك فان الله يشفيه ويبتلاك. بالنسبه اللي بتقول لي عملتي له زفتي له، احنا يا جماعه دلوقتي عايزين حلول، مش عايزين كلام فاضي، مش عايزين حد داخل يطبل، مش عايزين الكلام ده كمان للرجاله. انت كراجل بتشتغل شغله واتنين عشان تعرف تكفي مصاريف بيتك من اكل وشرب ومصاريف دروس وميه ونور وايجار لو مؤجر. ولو عندك حاجه بايظه دلوقتي الواحد لازم يحافظ على صحته. حافظ على صحتك لانك انت لما هتتعب هتلاقي فيزيت الدكتور غاليه جدا، فتروح للدكتور تجيب علاج اغلى من فيزيت الدكتور نفسه. فالافضل ان انت تحافظ على صحتك كبني ادم عشان الغلاء الاسعار اللي احنا فيه. والغلا ما سابش حد، لا غني ولا فقير ولا كمان طبقه وسطى. فبلاش يا جماعه ان احنا موضوع المؤامره ده، ان انت طالما طالعه معترضه يبقى انت مع ولا ضد. انا ولا مع ولا مع ضد. انا عايزه حلول. عايزه الوزير التموين يطلع يقول لنا كده حلول اللي احنا فيه. احنا كبلد ما بنتعاملش بالدولار. انا ما بروحش استورد حاجات زي الرز البسمتك زي الحاجات دي، انا ما بستخدمهاش. انا بستخدم الرز المصري، الرز البلدي اللي من مزارعنا. المفروض لما تيجي تحاسبني انا بتيجي تحاسبني بالدولار لما انا اصلا سلعتي بالمصري وباخد حاجات مصري اللي هي من بلدنا. انا ليه اتعامل بالدولار؟ انا مالي ومال الدولار؟ ده على قد فهمي يعني. بس فربنا يرحمنا برحمته يا رب ويحفظنا من كل سوء، يحفظ ولادنا جميعا. وكل واحده دخلت دعت وعملت انت مش الشيخ اللهلوبي عشان الدعوه تستجاب، ولكن هي حسبي الله ونعم الوكيل. ترفع عند الله وهي ترد المظالم. سواء بقى انت عاجبك المحتوى مش عاجبك المحتوى مش عاجبك كلامي، دي حاجه تخصكم. وبالنسبه للدعوات يعني رب ليه ملاك بيترد عليه يعني. ولك بالمثل ودعيتي بالخير ليكي بالمثل، دعيتي بالشر ليكي بالمثل وخلصنا. يعني خلاص يعني كلكم الشياطين اللي في الدنيا. يعني لما كلكم ملائكه وكلكم طيبين وكلكم زي الفل، فين الشياطين اللي في الدنيا؟ ربنا يرحمنا يا رب برحمته. شكرا جزيلا ليكم متابعين الكرام. يا ريت تكتبوا في التعليقات اللي انا بقوله ده صح ولا غلط.